رسميا تشيلسي يضم مودريك لاعب نادي شختار الاوكراني. اتقالت ان هي ب 70 مليون على حسب ترانسفير ماركت، بس بيقولوا بالاضافات بالشغل ده كله اللي احنا عارفينه هتوصل الصفقه ل 100 مليون. وعشان ينضم مودريك للقائمه بتاعت اغلى الصفقات في تاريخ كره القدم في المركز ال 42 في قائمه اغلى الصفقات في تاريخ كره القدم. طيب ليه مودريك ومين هو مودريك وليه الخناق كان عليه ما بين ارسنال وتشيلسي، وليه ارسنال اتدخل وكان هيجيب اللاعب وبعدها انسحب وتشيلسي دخل، وليه ايه الدنيا دي كلها. بس قبل ما نخش الفيديو شباب لسه مش اشتراك انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مودريك هو لعيب اوكراني عنده 22 سنه ومركزه هو الجناح الشمال، وكان بيلعب في نادي شختار الاوكراني. وبعد تألقه الملفت للانظار الموسم اللي فات 22 23 انضم مودريك لنادي تشيلسي. طيب ارسنال كان داخل في الصفقه، بس اداره ارسنال على حسب الصحف شافت ان مودريك مش اللعيب او مش اللاعب اللي يستاهل، او الفئه اللي هو مثلا نفسهم فيه ان هو مثلا يستاهل المبلغ ده كله، او مش اللي هو يستاهل الجهد المبذول او اللي هيتبذل عليه، او ان انا اخش في حوارات مع اي نادي ان انا اوصل لدرجه 100 مليون او 70 مليون زي ما بيتقال. اداره ارسنال شافت ان ممكن اجيب لعيب بمواصفات احسن منه وبيمكن صفقه اقل من كده. مودريك فعلا هو مش اللاعب فعلا اللي يستاهل مثلا ال 100 مليون او كده زي ما يتقال، بس المهم ان هو راح لتشيلسي وارسنال بعد ما اتدخل في الصفقه راح انسحب فيه. مودريك زي ما قلنا عنده 22 سنه. مودريك انضم لنادي تشيلسي ب 100 مليون زي ما قلنا. مودريك راح لنادي تشيلسي بعد ما كان ارسنال متدخل فيه. مودريك لعب في نادي اسمه ارسنال قبل كده، بس مش ارسنال الانجليزي، لا ارسنال وفي الدوري الاوكراني. ارسنال اوكراني لعب معاهم موسم 2018 2019 لعب معاهم 6 اشهر. مودريك بقى مع المنتخب الاوكراني عمل ايه؟ مودريك مع المنتخب الاوكراني لعب معاهم 8 ماتشات، ما سجلش ولا صنع ولا عمل اي حاجه تذكر في ال8 ماتشات مع المنتخب الاوكراني. 8 ماتشات رسميه ما عملش اي حاجه معاهم. مودريك مع الفريق الاوكراني شختار الموسم اللي فات 22 23 لعب معاهم 18 ماتش وساهم في 18 هدف، يعني مساهمه كويسه بتسجيله 10 اهداف وصناعته ل8 اهداف، مساهمه في 18 هدف في 18 مباراه. طيب مودريك عمل ايه في مسيرته كلها؟ مودريك في مسيرته كلها لعب 77 ماتش رسمي. في ال 77 ماتش رسمي سجل 12 هدف بس. مودريك جناح شمال وبيروح على الجون كتير. في 77 ماتش سجل 12 هدف بس وصنع 19 هدف، يعني صناعته اكتر من تسجيله. وده بالنسبه يعني نسبه يعني حاجه حلوه ان هو اصلا مركزه جناح شمال، وده طبيعي ان هو الجناح الشمال بيصنع اكتر من بيسجل، بس برضه المفروض يسجل اهداف اكتر من كده. المهم ان هو سجل 12 هدف بس وصنع 19 هدف في 77 مباراه، يعني مساهم في 31 هدف في 77 مباراه لعبها رسمي. الراي الشخصي ليا في مودريك عادي. اللعيب انا ما شفتوش لايف الصراحه، اتفرجت على الفيديوهات، يعني اللعيب جامد وكويس وما شاء الله عليه حلو قوي، بس مش لدرجه 100 مليون و70 مليون ويبقى من اغلى الصفقات في تاريخ القدم ويدخل في القائمه. لا اللعيب كان عادي. هو تشيلسي بس اللي قال لك انا معايا فلوس زياده، يعني اداره تشيلسي حرفيا بالمعنى الحرفي هي مش عارفه تودي الفلوس فين. في 13 صفقه دفعت اكتر من 500 مليون. اداره تشيلسي داخله دلوقتي في 450 او 500 مليون جنيه في كام في 13 صفقه بس ابرمتهم ما بين الصيف اللي فات والشتاء ده. وجابت اهو جواو واتطرد، وجابت اهو مودريك بتلخبط ما بين اندريك ومودريك. اندريك اللي هو لعيب ريال مدريد ومودريك حاليا، ففي لخبطه ما بينهم جامده. المهم ان هو ايه، مودريك جابوا تشيلسي جابت صفقات كتير جدا 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 جدا. تشيلسي دلوقتي عندها في 10 او 12 مصابين تقريبا، فرقه لوحدهم غير اللعيبه مع مودريك. مع مودريك كمان وجواو وستيرلينج، الفرقه بقى عندها مثلا 12 لعيب مثلا هجوم و12 لعيب دفاع ونص الملعب 3 4 بس. فالدنيا ملخبطه في تشيلسي. اداره تشيلسي بتجيب ببذخ حرفيا. اللعيب انا شايف رأي شخصي ان هو عادي، مش لعيب اوكراني مش اللي ادفع فيه 100 مليون، لعيب عادي مش اللي يستاهل الرقم ده كله. على كده مثلا بلينجهام ادفع فيه كام؟ لو ده 100 مليون ادفع في بلينجهام 250 ولا 200، ادفع في امبابي 500. فاهمين؟ لو على حسب بقى قيمه اللاعب ادفع فيه لا، بس مش الدرجه دي. المهم مبروك لتشيلسي ان هي جابت لعيب اوكراني جناح شمال، اكتر ما هو عندهم ما شاء الله عندهم خط هجوم كتير جدا واجنحه شمال واجنحه يمين كتير جدا. وبس شباب يكون خلص الفيديو بتاع النهارده. قول لي ايه رايك في مودريك، وقول لي ايه رايك في الصفقه لتشيلسي، ويعني تحليلك ايه للصفقه، وهل الصفقه فعلا هتفيد تشيلسي ولا لا. وعشان يكون خلص الفيديو بتاعنا ما تنساش تعمل اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.